الأثريين المصريين ما قدروش يسقطوا للعالم الهولندي وإنكاره لبناء المصريين للأهرامات. تعال نبدأ كده مع بعض الحكاية من الأول. كان في فيديو انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا للعالم الهولندي فرانك هوجو ريبيت، بيحاول فيه يثير الجدل كده بسؤال: مين بنى الأهرامات بتاعة الجيزة؟ وادعى إن بناء الأهرامات محتاج معرفة فلكية معقدة زي مثلا سرعة الضوء وأحجام الكواكب، وإن المصريين القدماء ما كانوش يقدروا يعملوا كده لوحدهم. الخبير الأثري مجدي شاكر رد على كل الكلام ده وقال إن الكلام اللي بيقوله هري علمي ومحاولة واضحة لتقليل عبقرية المصري القديم، واكد ان الاهرامات اتبنت بعلم رياضيات وتنظيم واداره وشغل شاق بالعرق كده، يعني مش بسحر وارقام ولا تدخل فضائي حتى. شاكر وضح ان المصريين استخدموا ادوات بسيطه زي مناشير ومثاقب نحاس، كمان مع رمل الكوارتز، والتجارب اثبتت ان هم قدروا يوصلوا لدقه عاليه جدا بس بمجهودهم هم وبوقت طويل طبعا من حياتهم. وكمان نفى حكايه ربط الهرم بسرعه الضوء لان المصري القديم كان بيقيس بالذراع الملكي. وفي الاخر اكد ان الهرم الاكبر اتبنى في عهد خوفو، والتاريخ معروف ومثبت ومفيش اي لغز فضائي ولا اي حاجه من الهري العلمي اللي بيقوله عم هوجو ريبيت.